السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دفعة تالتة اعدادي 2026. معلش انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات، بس كنت مضغوط شوية في الشغل، بس ان شاء الله بإذن الله هنزل فيديوهات في اسرع مما يمكن. ان شاء الله بإذن الله هنصور درسين النهاردة علشان نلحق ننزل لكم بقية الدروس. بس اتمنى لو كنت استفدت من اللي احنا نزلناه قبل كده، من الفيديوهات اللي احنا نزلناها قبل كده، انزل اشترك في القناة واعمل لايك علشان الفيديو ينتشر، علشان غيرك يستفيد، والدال على الخير كفاعله. ان شاء الله باذن الله خير. ويلا صلي على النبي ونقول بسم الله. النهارده هنتكلم على درس جديد، وهو درس الحمله الفرنسيه على مصر. الحمله الفرنسيه على مصر مش صعب، بس هو طويل شويه، فاحنا هنشرحه على جزئين. فبالله عليك كده اقعد معايا وردد معايا واحفظ معايا، عشان الدرس مش سهل، مش اسهل حاجه يعني. طيب تعالى نبدا هنا نتكلم على الحمله الفرنسيه على مصر. لما نيجي نتكلم على الحملة الفرنسية، فانت لازم تفهم في معلومة لازم تاخد بالك منها. ايه هي المعلومة؟ هي ليه فرنسا جت احتلت مصر؟ ليه؟ اشمعنى؟ طب تعالى بقى اديك معلومة بره المنهج، بس لازم تبقى فاهمها. دلوقتي هنا انجلترا وفرنسا عاملين زي القط والفار. انجلترا وفرنسا ما بيطقوش بعض. انجلترا وفرنسا كل ما فرنسا تروح تاخد منطقة وتحتلها، تلاقي انجلترا راحت حاربتها وخدتها منها. فهنا معنى كده ان انجلترا وفرنسا العلاقة بينهم كانت علاقة تنافس استعماري، يعني بيحتلوا دول كتير وبيتنافسوا في مين ياخد اكتر. طب هنا ايه اللي يحصل؟ قال لي فرنسا كانت قوية جدا على البر، طب انجلترا كانت قوية جدا في البحر. فعلشان خاطر فرنسا تروح تحارب انجلترا، فبالتالي لازم تعدي من البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي. طب دلوقتي انا علشان اروح، لان اصلا بريطانيا دي عباره عن جزر موجوده عندي في المحيط الاطلنطي، فبالتالي مش هعرف اوصل لها. طب هعمل ايه؟ قال لي هقول لك على فكره. مش دلوقتي انجلترا احسن مستعمره ليها موجوده في الهند؟ طب انجلترا علشان تعدي وتروح للهند لازم تعدي بمين؟ لازم تروح من البحر المتوسط، ومن البحر المتوسط تروح لمصر. طب ما انا اروح احتل مصر، ويبقى انا كده قطعت الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. طب ايه رايك في الفكره دي؟ جميله. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ دي فرنسا. يبقى انا اول معلومه عرفتها ان فرنسا راحت تحتل مصر عشان تقطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. حلو جدا. تعالى بقى اقول لك ايه اللي حصل. جت هنا عندنا كان في واحد اسمه القنصل الفرنسي. القنصل الفرنسي ده موجود فين؟ موجود في مصر، اللي احنا قلنا قبل كده القنصل اللي هو السفير. طب القنصل الفرنسي ده بدأ يتكلم مع مين؟ قال لي بدأ يتكلم مع حكومة فرنسا، وبدأ يشجعهم ان هم يبعتوا حملة عسكرية في الوقت ده. قال لهم الحقوا الاوضاع في مصر، الاوضاع السياسية والاوضاع الداخلية سيئة جدا. ابدأ يلا ابعت حملة تيجي تحتل مصر، هو ده الوقت المناسب. يبقى مين اللي بعت لفرنسا بيشجعهم على ارسال حملة عسكرية؟ القنصل الفرنسي. يبقى لغاية دلوقتي انا خدت معلومتين. يجي في الامتحان يقول لك ايه صح وغلط. كانت الحملة الفرنسية على مصر جزء من التنافس الاستعماري بين، اقول له انجلترا وفرنسا. طب اتنين، مين اللي بعت لفرنسا يشجعهم على ارسال حملة عسكرية؟ القنصل الفرنسي. حلو جدا. على فكرة كده يا مستر انا عرفت الحملة الفرنسية جت ازاي. يجي في الامتحان يقول لك بما تفسر الحملة الفرنسية على مصر. الحملة الفرنسية جت على مصر عام 1798. ليه؟ أنا كده عرفت واحد إيه هو؟ قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. اتنين، عايزة تعمل مستعمرة في الشرق اللي هي في مصر. تلاتة، تعوضها عن المستعمرات اللي خسرتها في الشرق. يبقى فرنسا جت حملة فرنسية على مصر لكام سبب؟ تلاتة. أنا ينفع أقول اتنين، قطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. اتنين، انشاء مستعمرة فرنسية في الشرق. تلاتة، تعوضها عن المستعمرات اللي فقدتها في الشرق. عشان كده عرفنا اسباب الحملة الفرنسية. فيجي نابليون يقول لهم يلا يا جماعة نعمل اعداد للحملة. ركز بقى معايا عشان انا همثل كتير. نابليون هيقول لهم يلا يا جماعة نعمل اعداد للحملة. يا جماعة جهزوا لي مجموعة من العلماء. انت عبيط يا نابليون، مجموعة من العلماء ايه؟ انت رايح تحارب، انت عاوز جيش. قال لهم لا، انا راجل عسكري ما فهمش حاجة في دراسة الموارد والكلام ده، فانا عايز مجموعة من العلماء. قالوا له ليه؟ قالوا له قال لهم علشان يدرسوا احوال مصر ويعرفوا يستغلوا موارد مصر. قالوا له طب جميل ماشي، هنجيب لك مجموعة من العلماء. عايز ايه تاني يا نابليون؟ قال لهم عايز مطبعتين. لا ده انت عبيط بقى، مطبعتين ايه؟ قال لهم عايز مطبعة عربية ومطبعة فرنسية. طب ليه يا نابليون؟ قال لك عشان اطبع المنشورات للاهالي، عشان اتواصل مع المصريين.
يبقى هنا نابليون لما أعد الحملة جاب معاه إيه؟ مجموعة من العلماء، مجموعة من العلماء. ليه؟ لدراسة أحوال مصر، كيفية استغلال موارد مصر، لدراسة أحوال مصر وكيفية استغلال موارد مصر. وجاب معاه كم مطبعة؟ 2، واحدة عربية وواحدة فرنسية. ليه؟ لطباعة المنشورات للأهالي. ده بالنسبة عندي الإعداد للحملة. حلو قوي يا مستر. يبقى تاني يا جماعة لما يجي يقول لك بما تفسر ليه الحملة الفرنسية أو ليه نابليون اصطحب معاه مجموعة من العلماء لدراسة أحوال مصر، كيفية استغلال موارد مصر. طب جاب معاه كم مطبعة؟ مطبعتين، واحدة عربية واحدة فرنسية. ليه؟ لطبع المنشورات للأهالي. طيب تعالى نبدأ بقى يا نابليون، احنا جهزنا لك كل حاجة، خد الأسطول بتاعك ابدأ اتحرك. فطلعت الحملة الفرنسية وأبحرت الحملة الفرنسية من ميناء تولون. طبعا الحملة الفرنسية ذكية، مش عاوزة انجلترا تبدأ تشوفها وعايزة تضللها وتضحك عليها. فطلعت الحملة الفرنسية من ميناء تولون، اتحركت راحت إلى جزيرة مالطا، ومن مالطا راحت إلى جزيرة كريت، ومن كريت راحت إلى مصر ميناء الإسكندرية. يبقى الحملة الفرنسية طلعت من ميناء إيه؟ تولون، وصلت لميناء ايه؟ الاسكندريه. طب مستر مين اللي هيواجهها؟ هيواجهها اهالي الاسكندريه. واهالي الاسكندريه في الوقت ده كان حاكمهم محمد كريم، وهيمسكوا محمد كريم يعتقلوه ويعدموه رميا بالرصاص. يبقى لما يجي في الامتحان يقول لي واجهت الحمله الفرنسيه اهالي الاسكندريه بقياده حاكمها محمد كريم، عملوا ايه في محمد كريم؟ اعتقلوه واعدموه رميا بالرصاص. طب يا مستر كده عندنا الحمله الفرنسيه خلاص احتلت مصر؟ لا، هي احتلت مدينه الاسكندريه. طب مين موجود في القاهره؟ المماليك ومعاهم الوالي العثماني. المماليك هوب يبداوا يركبوا الحصانه ويجروا على اسكندريه. فهم في طريقهم في الاسكندريه والحمله الفرنسيه نازله من الاسكندريه رايحه لفين؟ رايحه للقاهره. هيتقابلوا في منطقه اسمها منطقه شبراخيت. اسمها منطقه ايه؟ منطقه شبراخيت. يبقى عندي منطقه شبراخيت دي كده اول معركه. طب المعركه دي هيحصل فيها يا مستر؟ هينتصر فيها الحمله الفرنسيه وهيتهزم المماليك، والمماليك هيهربوا الى القاهره. هيسيبوهم؟ لا، هيتعمل معركة تانية اسمها معركة إمبابة، دي موجودة بالقرب من القاهرة. طب إيه اللي هيحصل فيها؟ هيتهزم المماليك وهيهرب مراد بيك إلى الصعيد وإبراهيم بيك إلى الشام. بتيجي في الامتحان مراد راح لفين؟ مراد آخرها دال، صعيد اخرها دال، ابراهيم اخرها ميم، راح للشام اخرها ميم. ايه ده يا مستر؟ يبقى انا كده عرفت عندنا ان المماليك قابلت الحمله الفرنسيه في معركتين بالظبط كده. ايه هما؟ معركه شبرخيت ومعركة إمبابة. طب معركة شبرخيت فين؟ في البحيرة. طب معركة إمبابة فين؟ بالقرب من القاهرة، بالقرب من القاهرة. طب معركة شبرخيت بين مين ومين؟ المماليك والفرنسيين. طب معركة إمبابة مماليك وفرنسيين. طب معركة شبرخيت إيه اللي حصل؟ سهل قوي، أدى إلى إيه؟ ما النتائج المترتبة على معركة شبرخيت؟ هزيمة المماليك وهروبهم للقاهرة. طب ايه النتيجة المترتبة على معركة إمبابة؟ هزيمة المماليك وفرار مراد بيك إلى الصعيد، وإبراهيم بيك ومعاه الوالي العثماني إلى الشام. مراد آخرها دال راح للصعيد آخرها دال، إبراهيم آخرها ميم راح للشام آخرها ميم. خليك بقى فاكر يا نجم واحفظ معايا. طب ده كده بالنسبة للمعركتين. يعني يا مستر كده فرنسا احتلت القاهرة؟ احتلت القاهرة. امتى؟ بعد معركة إمبابة. لأن النتيجة المترتبة على معركة إمبابة هزيمة المماليك وهروب مراد بيك إلى الصعيد، وإبراهيم بيك والوالي العثماني راح للشام، واحتلت أو دخل نابليون مدينة القاهرة. يبقى نابليون دخل مدينة القاهرة إمتى؟ قال لي بعد معركة إمبابة. طب مين اللي اتهزم في المعركتين؟ اللي اتهزم في المعركتين هو مين؟ قال لي المماليك. طب ليه اتهزموا؟ أكيد أنت عارف الإجابة، عشان المماليك بيعتمدوا على الفروسية والأسلحة القديمة، لكن الفرنسيين بيعتمدوا على الأسلحة الحديثة والمدافع. يبقى لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر ليه اتهزمت المماليك من الحملة الفرنسية؟ بسبب اعتماد المماليك على الفروسية وبسبب استخدام الفرنسيين الأسلحة الحديثة والمدافع. يلا يا وحش بقى نجيب من الأول ونسمع مع بعض. يبقى لو جيت قلت لك كانت الحملة الفرنسية على مصر جزء من التنافس الاستعماري بين انجلترا ومين؟ فرنسا. مين اللي بعت لفرنسا قال لها ابعتي حملة عسكرية في الوقت ده؟ القنصل الفرنسي. طب الحملة الفرنسية لما جت لكام سبب؟ 3. انت قول لي منهم 2. قطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند، انشاء مستعمرة فرنسية في الشرق.
طب قلنا عندنا الحملة الفرنسية لما جه نابليون لما جه جاب مع ايه؟ مجموعة من العلماء وجاب مطبعتين، مطبعة فرنسية مطبعة عربية. جاب المطابع ليه؟ لطبع المنشورات للأهالي. طب معاه مجموعة من العلماء ليه؟ بتيجي في الامتحان لدراسة أحوال مصر وكيفية استغلال موارد مصر. طب قلنا عندنا الحملة الفرنسية أبحرت من ميناء ايه؟ طولون. وصلت لميناء ايه؟ الاسكندريه. واجهت الحمله الفرنسيه اهالي الاسكندريه بقياده حاكمها محمد كريم. طب الحمله الفرنسيه قابلت المماليك في كم معركه؟ 2، شبراخيت ومبابه. في شبراخيت ايه اللي حصل؟ اتهزمت المماليك وهربوا للقاهره. طب في مبابه ايه اللي حصل؟ اتهزمت المماليك وهرب مراد بيك الى الصعيد وابراهيم بيك الى الشام ومعاه الوالي العثماني ودخلوا مدينه القاهره بعد معركه مبابه. طب يا مستر ليه اتهزمت المماليك؟ عشان المماليك بيعتمدوا على الفروسيه والاسلحه التقليديه القديمه، لكن الفرنسيين بيستخدموا المعدات والمدافع الحديثه. ده كده عندي بالنسبه للحمله الفرنسيه. كده الحمله الفرنسيه احتلت مدينه القاهره، تمام. يعمل ايه بقى نابليون؟ قال لي بص بقى، نابليون وهو قاعد في القاهره يجيله تليفون يقول له ايه؟ طب انا بهزر. الحق يا نابليون، ايه اللي حصل؟ الاسطول الانجليزي شاف الاسطول الفرنسي موجود عند خليج ابو قير لما سيبناه فوق عند البحر المتوسط. قال لهم طب في حاجه حصلت؟ قالت له لا اطمن يا نابليون، الاسطول اتحطم بس. يبقى كده الاسطول هنا اتحطم ولا ما اتحطمش؟ اتحطم في معركه ايه؟ سموا المعركه معركه ابي قير البحريه. يبقى معركه ابي قير البحريه كانت بين مين ومين؟ بين الاسطول الانجليزي والاسطول الفرنسي. طب الاسطول الانجليزي كان مين القائد بتاعه؟ واحد اسمه نيلسون. اسمه ايه؟ نيلسون. ده كان قائد الاسطول الانجليزي. طب ايه اللي حصل للاسطول الفرنسي؟ اتحطم الاسطول الفرنسي. يبقى كده الاسطول اتحطم. طب بالنسبه للاسطول الانجليزي بس وقفنا لكم بقى على سواحل مصر الشماليه، وقفنا فوق على السواحل الشماليه. يبقى لما يجي سؤال يقول لي عندنا معركه ابي قير البحريه كانت بين مين ومين؟ اقول له كانت بين الاسطول الانجليزي بقياده نيلسون والاسطول الفرنسي. طب ايه النتيجه المترتبه؟ اتحطم الاسطول الفرنسي وغرق. طب وبالنسبه للاسطول الانجليزي حاصر سواحل مصر الشماليه. خلي بالك معركه ابي قير اصلا كلها ما فيش غير 3 اسئله، كانت بين مين ومين؟ وايه اللي حصل؟ يبقى وايه اللي حصل؟ وايه اللي حصل لما حصرت او لما اتحطم الاسطول الفرنسي؟ يبقى لما اجي اقول لك هنا عندنا تاني معركه ابي قير البحريه بين مين ومين؟ بين الاسطول الانجليزي والاسطول الفرنسي. الاسطول الانجليزي بقياده مين؟ نيلسون. طب ايه اللي حصل في معركه ابي قير؟ ما النتائج المترتبه على معركه ابي قير البحريه؟ اتحطم وغرق الاسطول الفرنسي وحاصر الاسطول الانجليزي سواحل مصر الشماليه. يجي لك بقى سؤال في الامتحان وده بيجي كتير جدا، ايه النتيجه المترتبه لما اتحطم الاسطول الفرنسي؟ او ايه النتيجه المترتبه لما حاصر سواحل مصر الشماليه الاسطول الانجليزي؟ الاتنين واحد. انا هقول لك دلوقتي، مش الاسطول الفرنسي اتحطم؟ يعني اي امدادات هتيجي من فرنسا هتنفع تخش للفرنسيين في مصر؟ استحاله. يبقى اول نتيجه إيه اللي حصل لما حاصرت انجلترا سواحل مصر الشماليه، او إيه اللي حصل لما اتدمر الاسطول الفرنسي؟ واحد، قطع امدادات فرنسا للفرنسيين او حرمان الحمله من امدادات فرنسا لها. 2، فرنسا ما بقاش عندها اي امل للسيطرة على سواحل البحر المتوسط عشان الاسطول بتاعها اتدمر. يبقى القضاء على امال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط. 3، انا كجندي فرنسي الاسطول بتاعي اتحطم، بقيت حاسس بايه؟ بدأت احس ان انا محاصر داخل مصر. يبقى شعور الجنود الفرنسيين بانهم محاصرون داخل مصر. حاجة تانية، التجارة بقى الخارجية بتاعت مصر هتشتغل؟ مش هتشتغل، لان هنا عندنا انجلترا محاصرة سواحل مصر الشمالية، محدش هيبيع ولا حد هيدخل ولا حد هيخرج. يبقى ايه النتيجة المترتبة بالله عليك عشان بتيجي في الامتحان؟ ايه النتيجة المترتبة على معركة ابي قير البحرية؟ اتحطم وغرق الاسطول الفرنسي وحاصر الاسطول الانجليزي سواحل مصر الشمالية. طب ايه النتيجة المترتبة على تحطيم الاسطول الفرنسي؟ اللي حصل لما اتحطم؟ قول 2 سهلين. شعر الجنود الفرنسيين بانهم محاصرون داخل مصر. 2، حرمان الحملة من امدادات فرنسا لها. 3، توقف التجارة الخارجية. 4، القضاء على امال فرنسا. فرنسا ما عندهاش اي امل تسيطر على البحر المتوسط. صعبة كده. كده نابليون بقى موجود في القاهرة،
نابليون بقى موجود في مصر، بدأوا يشعروا ان هم مش عارفين يخرجوا من مصر او موجودين جوه مصر علشان الاسطول بتاعهم اتدمر. طب هنيجي نتكلم على ايه بعد كده؟ هتبدأ عندي هنا المقاومة. طب هل هنا عندنا المقاومة دي بدأت من بدري؟ طبعا بدأت من بدري، من اهالي الاسكندرية، لان اول مقاومة هي اهالي الاسكندرية. وخلي بالك من معلومة مهمة، محمد كريم اعتقلوه بعد ما دخلوا القاهرة، يعني بعد معركة امبابة، عشان ترتيب الاحداث. محمد كريم اعتقلوه واعدموه امتى؟ قال لي اعدموه لما دخلوا مدينة القاهرة بعد معركة امبابة، عشان ترتيب الاحداث. طيب تعالى بقى نشوف نابليون. نابليون عايز يسيطر على اهالي الصعيد. ما هو نابليون دلوقتي مراد بيك هرب، راح لفين؟ راح للصعيد، ونابليون موجود في القاهرة وعايز يسيطر على الصعيد في الجنوب. طب يعمل ايه؟ قال لي نابليون ركب المراكب الخفيفة هو والجنود بتاعته ومشيوا في نهر النيل. طب هنا عندنا طبعا احنا عارفين ان الصعايدة ما بيتفهموش. هنا عندنا هتبدأ الصعايدة ان هم يتعاملوا مع الحملة الفرنسية. طبعا احنا عارفين ان وادي النيل الوادي ده طويل جدا. طب الصعايدة هتعمل ايه؟ قال لي هتبدأ الصعايدة تتبع حاجة اسمها حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. يعني اضرب واجري، اضرب واجري، ما تقفش مكانك. تخيل بقى انت كده معايا، تخيل المشهد. الحملة الفرنسية موجودين في مراكب في نهر النيل، واهالي الصعيد موجود على الجانب ده والجانب ده، بيضربوهم بقى حلل، ازايز، مولوتوف، اي حاجة في ايديهم طوب يحدفوها عليهم. فعملوا ايه؟ اتبعوا حاجة اسمها حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. طب دي عملت ايه؟ هنا انهكت قوة الفرنسيين. عشان كده الحملة الفرنسية مالها؟ اخفقت في ايه؟ اخضاع اهالي الصعيد، ما عرفتش تسيطر على اهالي الصعيد. يبقى اول ما يجي سؤال يقول لي في الامتحان بما تفسر ليه اخفقت الحملة الفرنسية في اخضاع اهالي الصعيد، اقول له عشان اهالي الصعيد استخدموا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. المناوشات والمعارك المتفرقة. طبعا احنا عارفين احنا كمصريين لما نكسب هنعمل ايه؟ هنهيص. طب لما يجي سؤال يقول لي هنا عندنا ايه النتيجة المترتبة على انتهاك قوة الفرنسيين من اهالي الصعيد، اقول له ادى الى تعاظم. تعاظم ايه؟ ركز معايا في الحلقة دي. الشعور الوطني ونمو الوعي القومي. يبقى ازداد الشعور الوطني، بدأت اشعر ان انا مسؤول في الوطن وان انا لازم ادافع عن وطني. يبقى ازداد الشعور الوطني. خلي بالك بقى حتة ضحك شوية، احنا عندنا شعرتين في المنهج، شعرة وطنية وشعرة دينية. الشعرة الوطنية ايام اهالي الصعيد لما نجحوا في هزيمة الحملة الفرنسية. يبقى لما يجي سؤال يقول لي عندنا في الامتحان، يلا بقى واحدة واحدة. هنا عندنا القوات الفرنسية قدرت ان هي تخضع اهالي الصعيد؟ لا، اخفقت، ما قدرتش. طب بما تفسر ليه الحملة الفرنسية اخفقت في اخضاع اهالي الصعيد؟ عشان اهالي الصعيد اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة، بتيجي في الامتحان. طب ايه النتيجة المترتبة على انتهاك قوة الفرنسيين من اهالي الصعيد؟ تعاظم الشعور الوطني. تعاظم الشعور الوطني. مستر طب ده ايه ده؟ ده مقاومة اهالي الصعيد. يبقى انا عندي تعريف مهم جدا وبيجي في الامتحان والله. ما المقصود بالمقاومة؟ بص حركة ايدي، اول ما اقول لك ما المقصود بمقاومة فانت تعمل كده، رفض ودفع، رفض ودفع. يبقى ما المقصود بالمقاومة؟ رفض الشعب للاحتلال ودفعه خارج البلاد. رفض الشعب للاحتلال ودفعه خارج البلاد. يبقى اول ما اجي اقول لك يعني ايه مقاومة فانت تفتكر كده، مقاومة يعني رفض ودفع. يعني ايه مقاومة؟ رفض ودفع. يعني ايه؟ رفض الشعب للاحتلال ودفعه خارج البلاد. قولها كده، رفض الشعب للاحتلال ودفعه خارج البلاد. ده بالنسبة عندي لمقاومة اهالي الصعيد. طب تعالى بقى يا مستر، كده عندي مقاومة اهالي الصعيد، كده نابليون فشل. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هتحصل مقاومة تانية. مين بقى؟ اهالي القاهرة. هيعملوا حاجة اسمها ثورة القاهرة الأولى. ركز عشان هنقولها بطريقة جامدة جدا انت مش هتنساها. ثورة القاهرة الأولى ايه اللي هيحصل؟ تعال احكي لك واحدة واحدة وردد معايا. نابليون هيبقى عنده الأسطول بتاعه اتدمر في معركة أبيقير. نابليون عايز فلوس، فهيبدأ نابليون يفرض الضرائب على الشعب المصري. المصريين هيدفعوا؟ لا.
هيفتش البيوت هيلاقي لا. هيروح هنا عندنا هيبدأ ان هو يهدم ابواب الحارات والمساجد، المصريين يسكتوا؟ لا. امال عملوا ايه؟ ثورة القاهرة الاولى. يبقى تاني يلا نقولها، نابليون فرض، ايوه ردد معايا، نابليون فرض الضرائب، دفعوا؟ لا. فتش البيوت لقى؟ لا. هدم ابواب الحارات والمساجد، المصريين يسكتوا؟ لا. عملوا ايه؟ ثورة القاهرة الاولى. طب ثورة القاهرة الاولى دي مركزها فين؟ في الازهر الشريف. راحوا المصريين قتلوا حاكم القاهرة الفرنسي، راح نابليون دخل لهم الجامع الازهر بالخيول. فده ادى الى ايه؟ تعاظم الشعور الديني. يبقى انا قلت لك في المنهج بتاعنا احنا عندنا كام شعره؟ شعرتين، شعره وطنيه وشعره دينيه. الشعره الوطنيه لما اهالي الصعيد هزموا الحمله الفرنسيه، والشعره الدينيه لما نابليون دخل الجامع الازهر بالخيول. يبقى لو جه سؤال في الامتحان بما تفسر ليه اتعملت ثوره القاهره الاولى، اقول له اتعملت ثوره القاهره الاولى بسبب 1 فرض الضرائب، 2 تفتيش البيوت بحثا عن الاموال، 3 هدم ابواب الحارات والمساجد. طب هنا عندنا ثورة القاهرة الاولى كان مركزها فين؟ الازهر الشريف. قتلوا مين؟ حاكم القاهرة الفرنسي. طب نابليون سكت؟ لا، دخل الجامع الازهر بالخيول. طب ده ادى الى ايه؟ تعاظم او اثارة الشعور الديني. بعدها نابليون راح ماسك المايك، بنهزر طبعا، قعد يقول ايه؟ اهالي ثوار علماء تجار، اهالي ثوار علماء تجار، يعني هقتل الاهالي والثوار او هعدم الاهالي والثوار وهفرض غرامات على العلماء والتجار وهحصن مدينة القاهرة. يبقى انت كده عرفت احداث ثورة القاهرة الاولى. تعال نقولها تاني بطريقتنا وبعد كده نقولها كأسئلة. يبقى لما يجي يقول لك عندنا ثورة القاهرة الاولى، افتكر نابليون فرض الضرائب، دفعوا؟ لا. فتش البيوت لقى؟ لا. هدم ابواب الحارات والمساجد، المصريين يسكتوا؟ لا. عملوا ايه؟ ثورة القاهرة الاولى. مركزها فين؟ الازهر الشريف. المصريين عملوا ايه؟ قتلوا حاكم القاهرة الفرنسي. نابليون دخل لهم الجامع الازهر بالخيول، ادى الى تعاظم او اثارة الشعور الديني. راح نابليون ماسك لهم المايك وقعد يغني اهالي ثوار علماء تجار، اهالي ثوار علماء تجار، هعدم الاهالي والثوار، هفرض غرامات على العلماء والتجار. طب هعمل ايه تاني؟ قال لي هنا هحصن مدينة القاهرة. دي القصة. لو جه سؤال وقال لي في الامتحان بما تفسر ليه اتعملت ثورة القاهرة الاولى، 1 فرض الضرائب، 2 تفتيش البيوت، 3 هدم ابواب الحارات والمساجد. ثورة القاهرة الاولى مركزها فين؟ في الازهر الشريف. اتقتل حاكم القاهرة الفرنسي في احداث ايه؟ ثورة القاهرة الاولى. نابليون دخل الجامع الازهر بالايه؟ بالخيول. ايه النتيجة المترتبة على دخول نابليون الجامع الازهر بالخيول؟ ادى الى اثارة الشعور الديني. طب ايه النتيجة المترتبة على ثورة القاهرة الاولى؟ افتكر نابليون مسك المايك وقعد يقول ايه؟ اهالي ثوار علماء تجار، يبقى هعدم الاهالي والثوار، هفرض غرامات على العلماء والتجار، وهحصن مدينة القاهرة. ده كده عندي بالنسبة لثورة القاهرة الاولى. ميزة الدرس ده ان كل قطعة او كل جزء بنتكلم عليه هي قصة لوحدها. يعني ثورة القاهرة الاولى ادي قصة وعملناها خلاص. طيب تعالى بقى كلمني على الحملة الفرنسية على الشام. ايه ده؟ فرنسا هتروح للشام؟ هتروح للشام. تعال بقى اقول لك ايه اللي حصل. نابليون وهو قاعد في القاهرة، ركز معايا، سمع مين؟ ان الدولة العثمانية ومين؟ روسيا ومين تاني؟ وانجلترا. عملوا ايه؟ قال لي عملوا تحالف. يبقى تحالفت الدولة العثمانية بلس انجلترا بلس روسيا. طب ليه اتحالفوا؟ ليه؟ عشان يخرجوا الحملة الفرنسية بالقوة من مصر. يبقى لو جالي في الامتحان وقال لي بما تفسر التحالف البريطاني العثماني ليه اتعمل؟ لإخراج الحملة الفرنسية بالقوة من مصر. طب حلو جدا. نابليون هيعمل ايه؟ نابليون ذكي، هيقول لك ايه بقى؟ خير وسيلة للهجوم خير وسيلة للدفاع هو الهجوم. يعني بدل ما افضل انا قاعد لهم ومستنيهم، انا اللي هاخد الجيش واطلع لهم. يبقى تاني بقى، تعالى نعيدها تاني وركز معايا.
يبقى هنا عندنا انجلترا بلس الدولة العثمانية بلس روسيا عملوا تحالف ليه؟ عشان يخرجوا الحملة الفرنسية بالقوة من مصر. طب ليه عملوا التحالف تاني؟ لإخراج الحملة الفرنسية بالقوة العسكرية من مصر. طب راح العثمانيين عملوا ايه؟ عملوا حملتين بتيجي في الامتحان، حملة برية جاية عن طريق الشام، وحملة بحرية جاية من جزيرة رودس، رودس بتاعت الجبنة. يبقى انا كده عرفت عندنا الدولة العثمانية بعتت كام حملة؟ 2، حملة برية وحملة بحرية. البرية جت منين؟ جت من الشام. طب والبحرية جت منين؟ من جزيرة رودس. طبعا نابليون كان عارف ان هي حملة واحدة جاية من الشام، راح نابليون واخد الجيش وراح طالع بيه على الشام. رايح فين يا نابليون؟ انا رايح اقضي على العثمانيين قبل ان يصلوا الى مصر. يبقى لو جالي سؤال في الامتحان وقال لي ليه اتعملت الحملة الفرنسية على الشام، هقول له عندنا للقضاء على الجيش العثماني قبل ان يصل الى مصر. صعبة دي؟ تعالى بقى يا نجم عيد معايا معلش. يبقى حصل تحالف بين مين ومين؟ انجلترا بلس الدولة العثمانية بلس روسيا. ليه التحالف البريطاني العثماني اتعمل؟ لإخراج الفرنسيين بالقوة من مصر. راحت الدولة العثمانية بعت كام حملة؟ 2، حملة برية وحملة بحرية. البرية جت منين؟ جت من الشام. والبحرية جت منين؟ من جزيرة رودز بتاعت الجبنة. طب بما تفسر نابليون ليه خد الجيش وطلع بيه على الشام؟ قال لك انا هروح اقضي عليهم قبل ان ياتوا الى مصر. يبقى استخدم هنا وسيله اسمها وسيله ايه؟ خير الدفاع هي الهجوم. يعني بدل ما دافع، لا انا هروح لهم بقى وهاجمهم. فتحرك نابليون وبدا ان يروح على بلاد الشام. عمل ايه؟ اول منطقه راح لها هي العريش. طب بعد العريش قال لي راح داخل بعد كده من العريش بدأ يروح إلى غزة. طب وبعد غزة راح إلى يافا. عمل إيه في يافا؟ راح مخبط. يا جماعة بعد إذنكم أنا مش عايزكم انتوا، أنا عايز عكا، أنا رايح للعثمانيين في عكا، فافتحوا يا جماعة وأنا بأمنكم على أموالكم وأنفسكم ومش هعمل أي حاجة معاكم. فبدأت هنا الحملة الفرنسية تبدأ نابليون إنه يتكلم معاهم ويوعدهم بوعود. اهالي يافا يفتحوا له ويبداوا يعدوا. يعمل ايه نابليون؟ قتل جميع افراد حامية يافا. فعشان كده سميت بمذبحة يافا البشرية. يبقى تاني، يبقى الحملة الفرنسية او نابليون خد الجيش وطلع بيه على الشام. ليه؟ للقضاء على الجيش العثماني قبل ان يصل الى مصر. خلي بالك بتيجي في الامتحان. نابليون اتجه راح خد ايه؟ قال العريش، بعدها غزة، بعدها يافا، وعمل مذبحة اسمها مذبحة ايه؟ يافا البشرية. طب بالله عليك، لما اهالي عكا يسمعوا عن مذبحة يافا البشرية، اهالي عكا هيفتحوا الابواب ليه؟ نابليون؟ استحالة، ده هيعملوا استبسال، ده احنا هنقف ومش هنفتح لك تماما. يبقى ايه النتيجة المترتبة على مذبحة يافا؟ استبسال اهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم، ما فتحولوش تماما. يبقى ما النتائج المترتبة على مذبحة يافا البشرية؟ استبسال اهالي عكا. طب يا مستر نابليون هيعرف يخش عكا؟ مش هيعرف يخش عكا، فضل محاصرها وما عرفش يدخلها. طب معلومة بس مش موجودة عليك، نابليون اتقتل له عدد كبير من الجيش بتاعه، لان اهالي عكا كانوا من فوق بيرموهم بالسهام، فاتقتل عدد كبير لجيش نابليون، وبدأ ينتشر مرض هناك ونابليون اتقتل منه عدد كبير من الجيش بتاعه، بس دي مش موجودة عليك. طب نابليون عرف يخش عكا؟ لا، فشل في دخول عكا. طب ليه؟ طب يا مستر هو فضل محاصرها فترة كبيرة؟ طب يا مستر كانوا بياكلوا ويشربوا ازاي وبيجيبوا اسلحة منين؟ ما هي دي القصة. كان الاسطول الانجليزي في البحر المتوسط يروح لهم لغاية عكا، يديهم المؤن والذخائر، الاكل والشرب واحتياجاتهم، وبيديهم الاسلحة. يبقى عشان كده نابليون فشل في دخول عكا. يبقى ليه نابليون فشل في دخول عكا؟ بسبب استبسال اهالي عكا بقيادة مين؟ احمد باشا الجزار. بيجي في الامتحان احمد باشا الجزار. 2، مساعدة الاسطول الانجليزي لاهالي عكا بالمؤن والذخائر. يبقى نابليون نجح في دخول عكا ولا لا؟ فشل. طب فشل ليه؟ فشل عشان استبسال اهالي او شجاعة اهالي عكا بقيادة احمد باشا الجزار، وان الاسطول الانجليزي كان بيساعد اهالي عكا بالمؤن والذخائر. طب يا مستر هل كده الحملة الفرنسية على الشام نجحت ولا فشلت؟ فشلت. يبقى لما يجي سؤال يقول لي ايه النتيجة المترتبة على الحملة الفرنسية على الشام؟ فشلت الحملة ورجع نابليون إلى مصر. ركزوا كده معايا.
نابليون وهو راجع لمصر لقى الحملة البحرية اللي جاية من جزيرة رودس وصلت إلى حتة اسمها أبيقير، بس مش من ناحية البحر، من ناحية البر. فاتعملت معركة لأن نابليون خد الجيش بسرعة وطلع يجري على فين؟ طلع يجري عند أبيقير. فحصلت معركة تانية اسمها معركة أبيقير البرية. بس معركة أبيقير البرية هنا بين مين ومين؟ بين الحملة الفرنسية وبين مين؟ وبين الدولة العثمانية. وأكيد انتوا عارفين مين اللي هيكسب. هتكسب الحملة الفرنسية وهيتهزم القوات العثمانية. يبقى كل اللي عليا في معركة أبيقير البرية هما سؤالين: معركة أبيقير البرية بين مين ومين؟ بين الأسطول العثماني وبين الحملة الفرنسية. طب إيه اللي حصل فيها؟ هزيمة الدولة العثمانية. طب من هنا يجي نابليون تليفون: الحق يا نابليون، لازم تيجي إلى فرنسا دلوقتي حالا. ليه يا جماعة؟ في إيه؟ كل دول أوروبا تحالفت ضد فرنسا. راح نابليون واخد بعضه وهرب، وجاب مين مكانه؟ القائد كليبر. هتقول لي هرب ازاي؟ هقول لك مش عليك، بس هقول لك هرب في المراكب التجارية واتنقل في ملابس امرأة ولبس نقاب وبدأ ان هو يروح وراح الى فرنسا. يبقى لما اجي اقول لك نابليون انتهت سيرته بعد معركة أبيقير البرية. يبقى لما يجي سؤال يقول لي يا شباب عشان خاطري يقول لي ليه نابليون راح إلى فرنسا سر، أقول له بسبب تحالف الدول الأوروبية ضد فرنسا. بسبب تحالف الدول الأوروبية ضد فرنسا. ومن هنا بعد خروج نابليون هيسلم القادة الحملة إلى كليبر، وكليبر هو اللي هنبدأ بيه إن شاء الله بإذن الله الجزء الثاني. أتمنى تذاكر الدرس ده. الدرس ده مهم جدا 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 ومحتاج تعيد معايا وتزيد. وخلي بالك من المعلومة اللي قلتها، أنا عندي كام شعرة؟ شعرتين: شعرة وطنية وشعرة دينية. الوطنية لما هنا أهالي الصعيد أنهكوا قوة الفرنسيين، والدينية لما نابليون دخل الجامع الأزهر بالخيول. كده احنا خلصنا الجزء الأول، فإن شاء الله بإذن الله هنعمل الجزء الثاني وهننزله برضه علشان تشوفوا. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.